شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وسلامة. اليوم ان شاء الله راح نسوي الكليجة العراقية بطريقة كلش طيبة وسهلة بدون لا دهن ولا زبدة. يلا نبدي الوصفة حبايبي. هنا انا عندي راح اضيف 7 كوب طحين وارجع اقيس هم 7 كوب طحين حتى يصير عندي كيلوين طحين، لان كل كيلو طحين هو ياخذ 7 كوب. هسه احنا ضفنا الكوب الثاني، وطبعا شوفتكم شلون اني قايسته ماسحته مسح بهذه الطريقة. هسه هذا الكوب الثالث، وهكذا راح ابقى اقيس لحد ما يصير عندي 14 كوب. هذا الرابع، خامس، سادس، هذا السابع. هسه هذا عندي قلنا كيلو، وحضيف ال7 الباقية وارجع لكم. هسه عندي كملت الكمية كلها ورجعت لكم. وهذه الفانيلا، اي نوع فانيلا انتم تحبوها خلوا. هذا الظرف الثاني، خلينا هسه ظرفين، وراح اخليه الظرف الثالث، يعني فانيلا 3. ما راح نستخدم خميرة. هاي 3 من الفانيلا. راح نستخدم قليل من الملح كلش، خلينا نقول ملعقة طعام فقط. راح اخليه ملعقتين من الهيل. هاي اول ملعقة، ملعقة كبيرة هيل، واللي يحب اكثر يمكن راح اخليه بعد اكثر. تقريبا خليت 3 ملاعق على اساس احنا نخلي 2، خلينا 3 هيل. هسه عندي راح اضيف السكر او الشكر. راح نضيف تقريبا هم 3 ملاعق مو اكثر. هاي وحدة، هاي 2، هاي 3. انا ما راح نضيف هواية سكر او شكر، لان التمر، حشو التمر هو حلو. حشو الجوز راح نخليه عسل. راح نستخدم بالحشوة الحلى. هسه عندي راح اضيف البيكنج باودر، لان ما راح نستخدم خميرة. الخميرة يعني خميرة العجين ما راح نستخدمها. فهذا البيكنج باودر مثل ما واضح يمكم، راح نستخدم ملعقة واحدة فقط من الملعقة مالت كوب من الخميرة. هسه ضفنا الهيل والسكر والملح والفانيلا والبيكنج باودر. هسه عندي هاي كلها مكونات ناشفة، راح ابدي اخلطها خلطة صغيرة هذه الطريقة. اوكي، هسه عندي هذا زيت الزيتون واضح. راح نستخدم زيت الزيتون، ما راح نستخدم لا زبدة ولا دهن، بس زيت الزيتون فقط، وهي تصير صحية اكثر. راح اقيس هسه يعني مثل ما واضح يمكم، عندي استكان راح اقيس بالاستكان. كل الكيلو ياخذ استكانين الا شوية، يعني 2 من هذه ما متروسة تاخذ على الكيلو. راح استخدم هسه 4 ما متروسة. هذا اول واحد، وهذا الثاني، هذا الكوب الثالث، والرابع راح نخليه يمنا ونشوف ايش قد نحتاج. هذا الرابع راح انزل نص الكمية، لان ما اعرف ايش قد الطحين ياخذ، مرات حسب ما نحتاج، حتى ما تطلع هشة كلش وتتكسر عندنا او شي، فتطلع العجينة ان شاء الله بيرفكت. هسه راح ابدي اشتغل بيها بايدي هالشكل حتى نشوفها تصير مثل التراب او مثل الرمل. نبقى بهاي الطريقة نمسك بيها. راح نبدي تقريبا 8 دقائق على هذه نبقى هالشكل نشتغل بيها. مثل ما شايفين تقريبا صار لي 5 دقائق وانا اسوي هالشكل. هسه نتأكد من عندها كلها انه هالشكل صار
هالشكل شلون اول ما نلزمها تبدي تتماسك هالشكل، يعني كل الحبيبات اخذت الزيت، صارت عندنا نفس مثل ما قلنا مثل التراب. هسه ان شاء الله راح نبدي نضيف المي. تأكدت من جوا انه كلها اخذت الزيت. هاي الطريقة هالشكل. هسه راح استخدم 3 مي ونشوف ايش قد راح تاخذ العجينة. نفس الكوب اللي خلينا بيه الطحين. هذا الكوب الثاني، وهذا الكوب الثالث، وراح اشوف ايش قد راح تاخذ. نكمل. طبعا الزيت قلت لكم ما استخدمت الزيت اللي بقيته، بقى هو نفسه ما استخدمته، يعني تاخذ كل 7 طحين مثل ما قلنا 2 إلا ربع زيت. وراح نعجن بهاي الطريقة، بس نسوي دائرية، حلقة دائرية فقط حتى بس تتماسك، يعني مو عجن بالبداية، بس بهاي الطريقة مثل ما واضحة يمكم بشكل دائري، بس تتلابس. هسه عندي هاي اتلابست اول مرحلة، وراح اخليها يم ايدي، اخليها بالغطاء نفسه مالت الجدر حتى اخليه يمي هنا، نرفعه ونخليه هنا عندنا يم ايدنا، ونكمل باقي العجين. راح اخلي هسه كوب وحتى واشوف. هسه استخدمنا 3 وهذا الرابع. نحتاج تقريبا ربع كوب من المي، بعد مو اكثر. يعني استخدمنا 4 وربع من المي. هاي الطريقة نبدي بس دائري لحد من كل تاخذ. هسه هذا عندي شكل العجينة بعد ما ارتاحت. راح ناخذ من عنده قطعة ونبدي نشتغل بيها. هاي طريقة قطع الجوز تكون أطيب شوية، يصير خشنة، لأن إذا نطحنها بالطاحونة راح كل ما يبين هذا الطعم. هالشكل بهواية أطيب. هاي الطريقة لحد ما نكمل الكمية. هسه هذا عندي عسل وحميته شوية بالميكروويف حتى أقدر أحركه براحتي. راح أنزل تقريبا 3 ملاعق من العسل. راح أضيف عليها قليل كلش من الهيل، راح تكون رشة صغيرة من الهيل، تقريبا نص ملعقة كوب من الهيل. هاي هسه عندي جاهزة. هنا أنا عندي راح أجهز حشوة المبروش. المبروش راح أضيف عليها 1.5 ملعقة من السكر. ونفس الشي راح نضيف عليها الهيل.
الهيل طبعا هو يعطيه الطعم طيب. ما خلينا احنا حوايج للكليج، اكو ناس تخلي حوايج، اني ما استخدم حوايج، بس كل واحد حسب ما هو متعود وشنو يحب. هذا المبروش عندنا جاهز. هسه راح نحضر التمر. هسه عندي هذا السمسم راح نستخدمه للخفيفي، وهذا التمر منزوع من النوى. ما خلينا على الطباخ ولا اي شيء، بس فقط وخرنا من عند النوى وجهزناه. هنا انا بعد ما كملت التمر خليته مثل ما تشوفون، وبيه فتحات صغار هيجي، يعني مكانات يعني مو الا كلها نعبيها. يعني راح نرش رشه من الجوز. سعدي راح نرش رشه من القهوه، اي نوع من القهوه اللي انتم تحبوها. هنا راح نرش رشه خفيفه. هسه اخذنا قطعه من العجينه، وراح ناخذ منها قطعه صغيرونه كلش هيجي بايدينا، او تحبون بقالب او بقطاعه براحتكم، بس هي بعيننا يعني نشوف ايش قد راح ناخذ. هاي راح نحشيها للجوز، راح تصير عندنا كلش وسط. هاي لا كبيره ولا صغيره. هذه الطريقه نبدي نكورها. هذه الطريقه نكورها مثل ما واضحه يمكم هالشكل. ضفت عليه ملعقتين من المي، بس اريد شويه رطب عندي. هذا شكلها. هاي خلينا بيها مبروش، سوينا شكل ثاني للمبروش، ويصير للتمر هم كلش حلو شكلها. بس عندي هنا راح اسويها شويه اكبر، قطعها شويه اكبر. اللي يحب يقطعها بالسكينه قطعها هالشكل هم تصير هاي الطريقه.
او نقطعها بايدينا نفس الشي. ترهم بعيننا يعني ناخذ القياس. هاي خفيفي ويا السمسم مثل ما واضحة. راح ابدي الفها نفس الشي نفس الطريقة هالشكل الفها. ما اعرف اذا واضحة يمكم ولا لا. هسه راح نخلي عليها السمسم. هسه مثل ما واضحة كملنا الكمية. هذه مالت الجوز وهذه مالت المبروش، وهنا أنا عندي مالت التمر، وهذا عندي الخفيفي. وهسه راح ندخلها الفرن على 250 لمدة 3 ساعة يعني 20 دقيقة. هاي بيضتين راح نخبطها كلش زين، وراح نرش عليها رشة خفيفة من القهوة. القهوة كلش طيبة، نعطيها طعم كلش طيب. هسه هذا عندي طلعت الكمية، وبعد اكو تبسيين بالفرن. هذه مالت المبروش، وهذه الجوز، وهذه الخفيفي، وهذه التمر، وهذه حشيناها بالمكسرات. واضحة يمكم. وبعد عندنا قدنا 2 بالفرن، وان شاء الله تعجبكم. رايدة منكم اللايك والاشتراك. مع السلامة.